بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فكرة موقع النهارده تمام من المواقع المهمة جدا اللي أنا كنت عاوز أتكلم عليها وحابب إن أنا أتكلم عليها باستفاضة. فاعذرني لو الفيديو ده طول، بس صدقني الفيديو ده ممكن يغير حياتك 180 درجة. فما تنساش إن أنت تدعمني بلايك وتقول لي عن أي سؤال في الفيديو ده تكتبه لي في كومنت وأنا بإذن الله هجاوب عليه. تمام. وفكرة الموقع ده أو الموقع ده وهو موقع ايزك. موقع ايزك يا شباب هو فرصتك ان انت تخرج من هنا لو كان سنك من فوق 18 سنة لاقل من 30 سنة. يبقى وتكون كمان طالب جامعي مسجل في جامعة معينة. يعني انت دلوقتي سنك يكون 30 سنة. تمام. لحد او من 18 لحد 30 سنة وتكون مسجل في جامعة. طب انا لو خلصت تعليم عادي خالص تقدر برضو تقدم على فرص معينة، بس سنك ما يكونش تمام فوق ال 30 سنة. فكرة الموقع ده ان انت بكل سهولة ممكن تسافر تمام بره مصر في اي دولة ممكن تتخيلها وتلاقي فيها فرصة، سواء الدول دي في اوروبا، سواء الدول دي في اسيا او في افريقيا او بره في امريكا. ففكرة الموقع ان انت عندك ثلاث مسارات. المسار التطوعي ان انا عاوز اسافر اتطوع، عندي مهارة معينة عاوز اديها للناس تمام ببلاش مجانا. فالفرصه دي او المسار ده كل اللي عليك ان انت هنا بتلاقي الفرصه، وتقريبا التطوعي بنسبه 95% بيتوافق عليه. تمام. بيعملوا معاك انترفيو وبيبعتوا لك الورق بتاعك على السفاره بتاعتهم. طبعا قبل ما هكلمك هعرفك برضو السيناريو بيتم ازاي. موقع ايزك يا شباب تمام هو عباره عن منصه تدريبيه للطلاب حول العالم. يعني ايه هندسه؟ يعني حضرتك تكون من فوق 18 سنه موجود في جامعه بتخش على الموقع ده. فانا مثلا انا من جامعه المنصوره مثلا. تمام. دخلت على الموقع وسجلت هلاقي مكتب ايزك التابع لجامعه المنصوره هنا في مصر بيكلموني. طب انا لو من جامعه اسكندريه مثلا انا هندسه هلاقي مكتب ايزك التابع لجامعه اسكندريه بيكلموني وبيعرضوا عليا انت كنت قدمت تمام ولنفترض في فرصه ان انت عاوز تسافر تدريب مثلا في اليونان. اه انا مهتم، خلاص ماشي، احنا هنكمل معاك ايه باقي الستبس باقي الخطوات وهنكمل معاك، ولو في اي حاجه انت احنا المرجع بتاعك وهتبدا تتعامل معانا. يبقى كل جامعه ليها مكتب غير المكتب التاني. فعلى حسب البيانات اللي انت هتعبيها وهتكتبها وانت بتعمل بروفايل، هتكتب فيه بياناتك اسمك صورتك الشخصيه سنك بتدرس ايه جامعه ايه. تمام. وهتكتب السكيلز بتاعتك اللي هي المهارات وخلافه. كده انت عملت بروفايل. طب انا عايز دلوقتي هندسه ابدا انطلق وابدا اسافر. فعندك الثلاث مسارات: المسار التطوعي، والمسار ان انا بسافر تدريب، والمسار الثاني او الثالث ان انت برضو ممكن تسافر تدريب بس مش هيكون مدفوع. تمام. فالثلاث مسارات. ولنفترض دلوقتي انت بتخش على اي مسار فيهم وتقدم على الفرصه اللي انت شايفها مناسبه، وفي المكان او في البلد اللي هتطلع فيه الفرصه دي. فانت هتخش على الموقع في خانه السيرش، هتقول مثلا انا عاوز ادور على وظيفه فرونت اند. طب فرونت اند انت عاوز تسافر تدريب ولا اللي هو انترشيب ولا تطوعي؟ تمام. ولا المسار الثالث؟ فانا افترض ان انا عايز اسافر تطوعي واخترت ان انا هسافر تطوعي. فهيجيب لك كل الفرص الموجوده ان انت تسافر تطوعي. ولنفترض في فرصه في الهند، فرصه في الجزائر، فرصه في تونس، فرصه في كذا في كذا في كذا. تمام. فانت هتبدا تخش على كل فرصه وتحط السي في بتاعك، وهيبدا المكتب يشوف التعليمات او يشوف البيانات اللي انت بدات تكتبها وهيبدا يتواصل معاك في مكالمه تليفون ويقول لك مثلا انا محمد الرافعي من مكتب ايزك. تمام. انا شفتك بتسجل على الفرصه دي وانا ان شاء الله اللي هكون معاك ايه تمام خلال التقديم لحد ما تستلم الورق. طب انت هتغرم قد ايه او انت هتكسب من وراهم ايه او كلام من ده، هعرفك التفاصيل واحده واحده. انت دلوقتي لما بتخش على الموقع تمام وتقدم مثلا على فرصه تطوعيه، المكتب التابع ليك على حسب الجامعه بتاعتك تمام بيكلمك ويقول لك احنا شفناك بتقدم على فرصه مثلا تطوعيه في اليونان، فالفرصه دي متاحه تمام واحنا هنكمل معاك واحنا عايزين السي في بتاعك اعمل فيه 1 2 3. واحنا هنتواصل مع المكتب بتاع اليونان تمام وهنقول لهم ان احنا عندنا طالب تمام مميزاته كذا مقابله او يعني نفس المميزات بتاعتك، هم نفس المميزات اللي هم محتاجينها واحنا بنرشحه وهم اللي هيمشوا معاه. طب المكتب ده هيستخدم ايه او هيستفاد ايه؟ تمام. المكتب ده هتدفع له بس الفيز اللي هو ثمن تخليص الورق والجري بتاعك، بيكون مثلا 3800 جنيه مصري، 4000، 4200. تمام. الماكسيموم 4200 جنيه بتدفعهم مقابل ان المكتب اللي هنا في مصر تمام بيروح السفاره يجيب ورقك بيتابع معاك، بيبقى معاك طول الرحله. لو في اي مشكله انت بتكلمهم لحد ما تنزل هناك ومكتب ايزك اللي هناك هو اللي يستلمك ويبدا يوزعك للشركه وخلافه. بس طبعا هي مش هتمشي كده. الشركه طبعا بتبص على السي في بتاعك برضو اللي انت رايح عندهم
تمام، وتخش معاك انترفيو. انت فعلا تعرف الوظيفه دي ولا ما تعرفهاش، انت بتقول اي كلام ولا لا. انترفيو عادي خالص، سهل وبسيط. بس انت في التطوعي بنسبه 99% انت بتوافق عليك، لان انت ما بتاخدش مرتب. انت بتشيل نفسك هناك طول فتره التطوعي. ممكن تتطوع لمده 6 اسابيع، 8 اسابيع، 3 شهور. تمام، التطوعي ما بيزيدش تقريبا عن 6 شهور. طبعا انت هناك بتسافر، بتشيل لنفسك اكل، مواصلات، سكن، كل حاجه. طب انا هجيب سكن منين؟ هم هيجيبوا لك سكن وحضرتك هتدفع فلوس. اكلك وشربك عليه، مواصلاتك عليه، ده التطوعي. نفس الكلام ممكن تعمله، بس انا لو عايز اسافر انترشيب مثلا، تمام، تدريب، فهخش على الفرصه هلاقي بقى بيقول لك مثلا انت في اليونان انت هتسافر، تمام، وهتقبض مرتب، ولنفترض مثلا هتقبض 1800 يورو. فال 1800 يورو، تمام، هتخش برضو تعمل معاهم انترفيو، لان في مئات الناس من الطلبه حول العالم بيقدموا زيك. انت من مصر، واحد من تونس، واحد من الهند، واحد من المانيا، واحد من فرنسا، وخلافه. كمان في فرص هتبقى مفتوحه لطلبه الاتحاد الاوروبي فقط. يعني في فرصه فرونت اند مثلا في اليونان، انت من مصر مش هينفع او مش هتقدر تقدم عليها. ليه؟ لان هم عاوزين طلبه الاتحاد الاوروبي فقط. ليه؟ مش عايزين يكلفوا نفسهم ان هم يبعتوا لك فيزا ويعملوا مصاريف، تمام، اداريه تانية للدول وخلافه. فعلى حسب كل فرصه برضه. فالموقع ده يا شباب فكرته ان انت ممكن تسافر من عليه، ربنا يبعت لك من عليه فرصه، تمام، كمل فيه، تمام، واختار المسار اللي انت عايزه. هتروح مثلا مسار الفرونت اند، هتلاقي الوظائف اللي ظهرت، هتلاقي مثلا واحده في تركيا، واحده في المانيا، واحده هنا، واحده هنا. مستوى اللغه بتاعك، بيعملوا معاك انترفيو، بيبقى عباره عن 2 انترفيو. واحد لايزك، تمام، الشخص ده كويس، مهاراته كويسه، اموره تمام، ديانته تمام، كل حاجه تخص الحوار ده. طبعا انت ما بتعملش انترفيو مع ايزك بلدك، انت بتعمل مع ايزك اللي هناك، تمام، اللي هم هيستقبلوك وهيبقوا مسؤولين عنك. تمام. النقطه الثانيه، هتعمل انترفيو مع الشركه نفسها علشان يتاكدوا من السكيلز اللي انت كاتبها في السي في، تمام، ويعملوا لك انترفيو كده تكنيكال بقى، او يتكلموا معاك زي ما احنا بنتكلم مع بعض كده، ويتاكدوا من كل حاجه. ماشي. وبعد كده بتروح تعمل طبعا الاختبار اللي هو الاختبار الصحي، يتاكدوا ان انت سليم، مفيش فيك اي حاجه خالص، عشان يبداوا يبعتوا لك الورق. بعدها على طول بتلاقي المكتب بتاع ايزك هنا بيكلمك، يقول لك الورق بتاعك جه على السفاره. مثلا انا مسافر تركيا، فهو على السفاره التركيه، احنا هنروح نستلمه، تمام، وهتيجي تستلمه مننا، وهتدفع لنا المبلغ الايه اللي هو 4200 جنيه او 3800 او 2400 على حسب المبلغ اللي هم يطلبوه. تاخد ورقك، بتحجز تذكره الطيران بتاعتك، وتبدا تتوكل على الله وتسافر. طبعا السفر الانترشيب ما تسافرش اقل من 6 شهور. اقل من 6 شهور يبقى انت بتظلم نفسك. انت هتاخد مرتب، ممكن يوفروا لك لابتوب، ممكن يوفروا لك سكن، يوفروا لك مواصلات، يوفروا لك اكل وشرب، تمام، وممكن لا. انت كده كده في الحالتين هتاخد مرتب. ممكن تكون انترشيب ومش هيدوك مرتب، بس هيوفروا لك الحاجه دي كلها. فعلى حسب كل فرصه بتختلف، تمام، من فرصه للتانيه. فتعال نرجع ونقول لك ايه بقى. اقول لك دلوقتي انت ما تسافرش اقل من 6 شهور. ليه؟ علشان تبدا تستجم وتاخد على اوضاع البلد وعلى ثقافتها وخلافه. وكمان انت لو سافرت، صدقني انا بقول لك ما ترجعش. حاول قبل ما فتره التدريب تخلص تكون مقدم على وظيفه تانية وانت في البلد نفسها. يعني انا دلوقتي مثلا، ولنفترض نفس المثال، انا في اليونان او في تركيا مثلا، تمام، وانا كنت 6 شهور. عند الشهر الخامس ممكن الشركه نفسها تقول لك تعالى نمضي مع بعض عقد، وانا هظبط لك وهدي لك الاقامه بتاعتك هنا في البلد وامورك تمام، والعقد ده لمده سنه. ممكن يكون رزقك عجبتهم في خلال ال6 شهور التدريب، وهيخلصوا لك الورق وامورك تمام، وكده كده هم مش هيتكلفوا حاجه، لان انت موجود عندهم فين؟ في بلدهم. كل اللي هيخلصوه ورق الاقامه. طبعا انت لما تكون مسافر تدريب مثلا لمده سنه، عند ال10 شهور ما يخلصوا، فاضل لك انت شهرين في البلد، وبعد كده انت المفروض تسافر وترجع على بلدك. طيب المفروض ان انت تعمل ايه بقى في الشهرين دول؟ في الشهرين دول تبدا تظبط السي في بتاعك، وتبدا تبعت للدول، او اسف، لو انت في اوروبا ابعت للدول اللي في الاتحاد الاوروبي، تمام، او في الدوله اللي انت فيها. مثلا انا موجود دلوقتي في الدنمارك مثلا، او موجود في، ولنفترض مثلا في فرنسا. ابدا ابعت للدول اللي انت موجود فيها. دول الاتحاد الاوروبي انت تقدر تتنقل من بين دوله والتانيه، من بين ال 25 او ال 26 دوله اللي هم في الاتحاد، تمام. فهتلاقي فرص في خلال الشهرين باذن الله. هتاخد على الفرصه الجديده الاقامه، وتبدا تعيش حياتك، تمام، كمواطن. وكمان جالك فرصه عمل في اوروبا باقل التكاليف وارخصهم. كل اللي عليك ان انت هتدفع بس مبلغ الفيز اللي هو المكتب ايزك اللي موجود هنا، تمام. فدي فرصه. في ناس كتير من صحابي موجودين حاليا في الدنمارك، ممكن لو بيشوفوا الفيديو ده، تمام، بقى لهم دلوقتي 8 سنين، تمام، موجودين، او يمكن اكتر من 8 سنين. من ثالثه كلها تقريبا هم مسافرين موجودين في الدنمارك، ولسه ما وصلوش لحد دلوقتي ايه
مصر. كل ما فتره التدريب بتاعتهم بتخلص او فتره الشغل بتخلص بيقدموا على شغل تاني. وما شاء الله هو دلوقتي من احسن الناس السوفت وير اللي موجودين في شركه اوبر، تمام، في فرع كوبنهاجن اللي هو في الدنمارك. فده ممكن تكون فرصتك. هتيجي تقول لي طب انت ليه ما عملتش كده؟ اقول لك انا جات لي فرص، تمام، في فرنسا، جات لي فرص في انجلترا، جات لي فرص في اوكرانيا، جات لي فرص في الجزائر، في تونس، في الهند وخلافه. بس انا كان ليا حسبه تانية خالص، فكل فرصه ما كانتش بتناسبني في بوينت معينه او في حته معينه. يعني في اوكرانيا ده انا كنت مسافرها خلاص، تمام، والورق بتاعي خلص او هو ما خلصش، تمام. هو كان عندي ميعاد الطياره بتاعتي بعد اسبوع، تمام، وحصل مشكله مع عايز اقول لك بقى مع الجماعه اللي بيخلصوا لنا الورق، تمام، وورق الاعفاء وخلافه. البطاقه بتاعتك مشروخه مش هتنفع، هات لي بطاقه تانية، روح تعالى كلام من ده. فالوقت ما اسعفنيش، تمام، وراحت عليا الفرصه. تمام. في فرنسا مثلا انت دخلت انترفيو مره واتنين وخلافه، وبعد كده انا اتاخرت في عدم الرد، تمام، ما خدتش بالي من ان هم كان مديني فتره سماح، فالفرصه راحت عليا. فانا بقول لك تابع دايما مع الفرصه بتاعتك، حتى لو انت ريجكتد، تمام، في الفرصه هيظهر لك في النوتيفيكيشن على البروفايل بتاعك ان انت ريجكتد. وبرده تابع، هتلاقي المكتب نفسه، تمام، هو اللي بيرشحك لفرص تانية، تمام، بناء على السكيلز بتاعتك بدون انت ما تقدم. هيتصلوا عليك ويقول لك في فرصه مثلا ان انت تسافر، ولنفترض قطر، ايه رايك؟ طب الجزائر، طب تونس، طب فرنسا، طب ايطاليا، ايا كان على حسب الفرص اللي تحت ايديهم. هم هيبداوا يرشحوا لك وهيبداوا يعرضوا عليك الكلام ده كله، تمام. فحاول ان انت تشتغل على نفسك وحاول ان انت تقدم، تمام. اتمنى ان انا اكون ساعدتكم ولو بمعلومه بسيطه، واتمنى ان هو يكون فتحه خير عليكم وتكون فرصه وانطلاقه، تمام، ليكم ان شاء رب العالمين. فانا في النهايه، تمام، بختم بقول الله سبحانه وتعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فاشوفكم على خير ان شاء الله رب العالمين في فيديوهات جايه. وما تنساش اللايك والكومنت لو عندك اي استفسار وانا هرد عليك مباشره. وبرضه ما تنساش تسال على منحه رمضان اللي هتبدا مباشره بعد العيد، منحه فرونت اند ومنحه فول ستاك، تمام، باقل التكاليف ان شاء الله رب العالمين. وكمان ما تنساش تسال على تدريب فرونت اند اللي هيبدا برضه بعد العيد، تمام. لو انت كنت تعرف HTML CSS جافا سكريبت بوت ستراب فتقدر تنضم للتدريب، مدته من شهرين لثلاث شهور، تمام، وهبلغك بكل التفاصيل. واشوفكم على خير في فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم.